السلام عليكم. خلاصة القول، كلمات سهلة وبسيطة جدا كلنا عارفينها، لكن اعتبروها زي الملحوظة اللي بحطها في أجندة احتمال تفيدك. لو عايز الناس تحب تتعامل معاك، اشكرهم، امدحهم، اشكرهم على وجودهم في حياتك حتى لو كان وجودهم ده بسيط ومش مؤثر. أهم حاجة اشكر وامدح الناس اللي في حياتك من غير نفاق. ولو عايز الناس تتمنى لك الخير، خليك سند ليهم، خليك معين، خليك ناصح أمين. ولو عايز حد ولو عايز الناس كلها تتكلم عليك في ظهرك بشكل كويس، اوعى تكون شيطان اخرس او تكون دبلوماسي. لو حد جاب سيرة حد في ظهره، رد غيبته. لو انت عارفه، دافع عنه بكل قوة. ولو انت ما تعرفوش، ربنا يحفظه، ربنا يبارك له، ربنا يسهل له ويسهل لنا. المهم ما تبقاش شيطان اخرس، ما تبقاش دبلوماسي. خليك راجل وخد موقف. ولو عايز ربنا يبارك لك في وقتك وفي رزقك وفي ولادك وفي صحتك، اوعى تكون سبب في اذية اي حد، لا في شغله ولا في اكل عيشه ولا في رزقه ولا في سمعته، او حتى تضايقه باي شكل من الاشكال. خليك انسان مفيد، خليك اضافه بين اصحابك، اضافه في شغلك، اضافه للمجتمع كله. ولو عايز تكون انسان سعيد ومبسوط، اهم شيء اوعى تشغل بالك بكلام الناس ابدا. اوعى تقارن نفسك بحد. فلان ربنا اداله فلوس، حكمه ربنا، الفلوس تديله قيمه وتطمنه. فلان في منصب او في مكانه، المنصب ده يعليه ويكمله. او يكون ربنا اداله المنصب والفلوس ده عشان يكون سبب انه يساعد الناس بيهم. اهم شيء اوعى اوعى تقارن نفسك بحد. خليك في نفسك وبس. طب افرض انت عملت كل الحاجات دي، ساعدت الناس، كنت سند ليهم، كنت ناصح امين، اتكلمت عن الناس كويس قوي في ظهرهم، وعمرك ما سميت في حد، عمرك ما اشتكيت حد ولا اذيته في شغله ولا في اكل عيشه، ومع ذلك لقيت ناس بتعمل كده عكس ده بقى، ناس بتضرك او بتحاول تضرك او بتاذيك او بتتكلم عنك وحش، هقول لك ان دي سنه الحياه. لان الحياه اصلا مبنيه على الخير والشر، في كده وفي كده. اهم حاجه ما تبقاش انت الشر، خليك دايما انت الخير. قول دايما يا رب. كلمه عجبتني قوي قالها المعلم ابراهيم سردينه في مسلسل عبد الغفور برعي، كان بيقولها لابنه بنصحه. قال له حب نفسك قوي يا ابني قوي، بس اوعى تكون سبب في اذيه حد. انك لو اذيت حد، ربنا كبير. دمتم في امان الله. سلام.